أنا مش كفاية، بعمل حاجات كتير جدا وبتحرك كتير وبشتغل وبحاول وبعافر، بس في الآخر أنا حاسة إن أنا مش كفاية، مع إن أنا جوايا حاجات كتير جدا، وأنا متأكدة إن أنا جوايا حاجات كتير وحاسة بيها وحاسة بالقيمة اللي جوايا، بس أنا طول الوقت عندي نفس الإحساس ده. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم أسماء إسماعيل وأنا دينا خضر في برنامج توكسيك فري في رمضان. خلينا نصوم على كل حاجة وجعانا، في حاجات كتير كده جوانا حوالينا، شايفينها شايلينها وتعبانا. اتكلمنا في حلقة فاتت عن موضوع التشتت. موضوع النهاردة قريب شوية بس مختلف برضو، احنا بنتكلم على إحساسك إنك دايما مش كفاية، ودي ممكن تكون فكرة توكسيك جدا جدا، لأن هي بتعطلك وكمان بتخليكي مش مبسوطة بأي حاجة انتي ممكن تكوني بتحققيها، ودي مشكلة كبيرة، لأن ده مع الوقت بيخليكي كمان أحيانا بتعملي الحاجات كلها بدون أي استمتاع، أو بتاخد كتير جدا من طاقتك، أو كمان ممكن تقفي وما تكمليش لأنك طول الوقت حاسة إنك مش كفاية. ازيك يا أسماء؟ أهلا يا دينا. عارفة احنا ليه بنحس ان احنا مش كفاية؟ اللي بيوجع قوي للناس دي ان هي عاملة اللي اخرها فعلا، هي فعلا عاملة اللي اخرها وجايبة اخر اللي اخرها كمان، بس اللي اخرها ده مش كفاية، لان اخرها ده نتيجة مسؤوليات بقى مختلفة، نتيجة وراه حاجات كتيرة تعملها، فتلاقي جزء من وقتها راح هنا، جزء من طاقتها راحت هنا، جزء من مش عارفة ايه، فبالتالي هي مفيش ولا حاجة فيهم قادرة تدي نفسها فيها 100% خالص. فال100% بتاعت الشخصة دي بني آدمة دي متقسمين على حاجات مختلفة جدا جدا جدا، فبالتالي هي هنا خدت نص خطوة، هنا خدت خطوة ونص، هنا خدت الا ربع، هنا وقعت اصلا ورجعت لورا. فبالتالي ايه ده؟ هو كل التعب اللي انا بتعبه ده وكل المجهود اللي انا عماله ابذله ده، وفي الاخر محلك سر مش بتحرك، انا مكاني، يعني روحي ولفي وخلصي حياتك كلها، ارجعي هتلاقيني زي ما انا. دي حاجة محبطة قوي 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 لناس كتيرة جدا، فعلا شايفة انا اللي بعمله مش كفاية، هو مش متقدر، هو انا ليه كده ليه كده. فعلا لما تسمعي من الناس دي وتشوفي هما بيبذلوا قد ايه، تحسي انه في حاجة غلط. ايه هي الحاجة غلط دي؟ حسيت انه ممكن تبقى الحاجة الغلط دي ليها علاقة بان انا فاكرة لما كنا زمان كده في الساينس او العلوم كده، كان في حاجة كده تجربة بنعملها اللي هي انتي عندك انابيب مية، وانتي بتحطي هنا شوية كلهم بقى المية بتتقسم عليهم كلهم، فمفيش واحدة فيهم بتملي. فكذلك الحال احنا كبني ادمين بنشغل كل الزوايا بتاعتنا في نفس الوقت، فبالتالي طاقتنا بتستهلك في الحاجات دي كلها. ربنا يدينا جميعا الصبر والعمر والحاجات الجميلة دي كلها، اما نصبر كتير قوي ساعتها هنشوف بقى الدنيا بتثمر كده فجأة، ولكن في الحقيقة هي كل حاجة بتيجي واحدة واحدة. فكأن هنرجع تاني، انا محتاجة اركز طاقتي في ايه دلوقتي، عشان هي دي اللي انا عايزة النتيجة فيها دلوقتي. فكأن تاني هدي اولوية، تاني هركز في حاجة واحدة، تاني ماشي الحاجات التانية حلوة ومفيدة وبحبها وكل حاجة، بس هي دي اللي انا عايزاها دلوقتي، هي دي اللي انا محتاجاها دلوقتي، هي دي اللي عايزة اشوف نتيجة طاقتي وبذلي فيها دلوقتي، فهي دي اللي انا هنتظر نتيجتها دلوقتي. فبالتالي لو الحاجات التانية اتأخرت انا مش متضايقة، لان انا عشان مش مستنياها دلوقتي. فهي دي اللي بقت الفكرة ان انا محتاجة ايه امتى، هو ده اللي افكر فيه. انا محتاجاهم كلهم، محتاجاهم كلهم، عايزاهم كلهم، عايزاهم كلهم، بس عايزة ايه امتى. هي دي الحاجة اللي احنا محتاجين نسأل عن نفسنا عليها، ومحتاجين نركز مع نفسنا عليها فعلا، ان واحدة 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 وكله هيجي، يعني مش معناه ان احنا هنخلص دي وهنفضل معاها عمرنا كله، وبعدين بعد كده مش هنخلص بقى بقية الحاجات. تعالوا مثلا نعمل حاجة، تعالوا نقول مثلا في الاسبوع ده او في الشهر ده او في الكوارتر ده، حتى لو احنا ناس بتاعت سيلز وهكذا، فانا الكوارتر ده هركز على
الصنف الفلاني، انا الصفة الفلانية فيا الشخصية الشهر الفلاني انا هشتغل عليها جدا، وبقيت الصفات هجيلها تاني بس بعدين. انا الحاجة اللي عايزة اتعلمها دي انا هاخد فيها الكورس ده الشهر ده. فكأني واخدة نفسي كده بمراحل محددة. ضروري جدا 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 يبقى عندي سمارت جول، سمارت يعني انا ايه بالظبط اللي انا عايزاه، وعايزاه في وقت قد ايه، وانا هقدر احدده ازاي، وهقدر اقيسه ازاي، عشان مش اللي هو احط انا نفسي والله ابقى بعامل الناس كويس وعلاقاتي كويس، ايوه اللي هي عامله ازاي يعني فاهمه؟ فكان محتاجه تبقى سبيسيفيك محدده شويه. انا عايزه مثلا علاقاتي مع الناس تبقى ايه، بشوفهم بشكل احسن. لا، القعدات اللي من القلب دي بقعدها مثلا مع 2 3 في الشهر، مش حاجة كبيرة يعني، فاهمة؟ بس ايه، محتاجة ابقى محددة كده عشان افرح بقى لما اعملهم، افرح في الاخر يعني. انما تقول انا سايباها عوم كده ودنيا عايمة ومش عارفة امسكها، حتى لما تيجي مش عارفة ان هي جت، مش هبقى ماسكاها برضه، وهفضل محبطة. فمن وجهة نظري ان احنا نبقى محددين لنفسنا احنا عايزين ايه، ونبقى عارفين ان احنا عايزين ده دلوقتي، فهو ده اللي هنركز فيه دلوقتي، وده اللي نقول يا رب عايزين نتيجتنا فيه دلوقتي. وفي برضو حاجة مهمة جدا، الفكرة التوكسيك هي فكرة أنا مش كفاية، فأنا كده بحدد نفسي في كل حاجة أن أنا مش كفاية. لكن ممكن أقول الموضوع حتى بشكل مختلف، لو أنا شايفة نفسي مش كفاية أو ما عنديش المهارات الكافية للوظيفة دي، أو ما عنديش الموارد الكفاية للحتة دي، فخليني حتى في الجملة دي الفكرة عشان ما تبقاش سلبية تبقى سبيسيفيك، عشان أعرف أحط إيدي على هو أنا ناقصني إيه. يعني أنا لو قلت أنا مش كفاية فأقولك طب هو أنت ناقصك إيه؟ ما أنا معرفش، لأن أنا حتى مش محددة هو أنا مش كفاية في إيه. لكن لما أقول أنا مثلا ما عنديش المهارات الكافية للوظيفة دي، فهنا هقدر أقولك طب قولي لي المهارات اللي عندك، وقولي لي مهارات الوظيفة، وتعالي نشوف نقصك ايه، وهنا تقدري تعملي سبوت على اللي انت مش كفاية فيه، المهارات اللي ناقصة عندك، وتشتغلي عليها، والموضوع يبقى بسيط جدا. لكن كلمة انا مش كفاية، انت فعلا هنا بتظلمي نفسك، لان انت كفاية، انت كفاية كشخص، وانت هتلاقي نفسك في حاجات تانية كفاية. وبرضو لما تلاقي نفسك عندك نقص في مهارات كتير في حاجة معينة، اسألي نفسك سؤال تاني، طب هو انا كفاية في ايه، او مهاراتي تكفي اعمل ايه؟ هنا ده هيفتح لك بقى فرص جديدة. يعني مش مجرد ان انا ناقصني المهارات دي عشان ده، واقفل نفسي ان انا لا، انا مش المهارات اللي عندي مش كافية، واقعد بقى ادرس بالسنين عشان ابقى مهاراتي كافية لده. لا، اسأل نفسي ببساطة انا مهاراتي كافية لإيه، أو أنا ينفع أعمل إيه المتاح، إيه الفرص اللي قدامي. تلاقي أوبشنز جديدة، هتلاقي فرص جديدة هتفتح لك باب أمل كبير. فده اللي احنا عايزين نقوله، عايزين تتخلصي من فكرة أنا مش كفاية. خليكي محددة، خليكي طول الوقت فاهمة انت إيه اللي ناقصك، وإيه الفرص المتاحة باللي عندك. وهنا الفكرة دي هتبقى سهل جدا ان انت تتخلصي منها، وتبقي توكسيك فري من الفكرة دي. عايزه اقول لك على حاجه كمان يا دينا، فكره ان احنا يبقى عندنا تقبل للفيدباك، الفيدباك اللي بيقول لي الحاجات اللي انا محتاجه احسنها في نفسي، فاسمعه عشان فعلا احسن نفسي، وفعلا اشتغل على نفسي، وفعلا ابقى نسخه احسن مني. وحاجه كمان، اما حد بقى يديني فيدباك كويس عن نفسي احاول اصدقه، يعني لان الناس اللي هي مش مصدقه في نفسها الكويس، دي مشكلة تانية. انتي ليه مش مصدقة في نفسك ان انتي الحاجة الكويسة والجميلة اللي الناس بتقول عليها دي؟ فدي محتاجة تقفي مع نفسك كده وتقولي هو انا ليه مش مصدقة، وانا محتاجة فعلا يثبتولي ازاي ان هما مش بيجاملوني مثلا. اسأليهم انتوا، انا اعرف منين انكم مش بتجاملوني مثلا. فانتي حطي لنفسك كده كأنك مقياس، انتي تعرفي تقيسي نفسك، وتعرفي حتى الفيدباك اللي بيجيلك من اللي حواليكي، تعرفي تميزي ايه اللي انتي تسمعيه لو كان بيأثر فيكي ان انتي خلي بالك انت تعملي كده وحش، لا ده بينصحني وشكرا، او لا ده بيهد فيا وكلامه مش مظبوط. فمحتاجة يبقى فيه
سنة تمييز مننا احنا برضو، عشان نفلتر اللي بنسمعه ده، ناخده ونستقبله ونكبر من عليه، لو هو بوزيتيف فيدباك، ولو هو برضو هدفه ان هو يلفت نظرنا لحاجات محتاجين نصلحها في نفسنا، فنشكره جدا ونحاول نشتغل على الحاجات اللي هو نبهنا ليها، ونوعده بنسخة احسن مننا ان شاء الله. بالظبط. والحاجة الأخيرة اللي عايزة أقولها إن إحنا متعودين دايما كان بيتقال لنا جملة اشتغلي على نقط ضعفك، لكن نادرا ما حد قال لنا اشتغلي على نقط قوتك. فالفكرة باختصار اللي بيميزك نقط قوتك. صح. هتشتغلي على نقط ضعفك لأسباب معينة عشان تطوري من نفسك، ده حلو جدا، بس ركزي في نقط قوتك واشتغلي عليها وشوفي تقدري تعملي ايه بيها، وده هيفرق معاكي برضو في حياتك كتير جدا. وشاركيونا بقى في الكومنتس، قوليلنا اكتر، كلمينا عن هل انتي عندك الفكرة بتاعت انا مش كفاية، هل بعد ما سمعتي الحلقة ممكن تكوني قدرتي ان انتي تعملي ناروينج داون كده للفكرة وتقولي انا عندي نقص في ايه بالظبط، او ايه الحاجة اللي انا عايزة اشتغل عليها اكتر في نفسي. وتابعونا في الحلقات الجاية. اسماء اسماعيل وانا دينا خضر في برنامج توكسيك فري في رمضان.